في البرية وفي سابي ساند بشكل خاص قصص النجاة كتير، بس الأكثر دهشة منها والممتع أكتر هو أسلوب نجاة كل حيوان، أو بمعنى أصح كل ملك. فيهم اللي بينجو بقوته، وفيهم اللي بينجو بحكمته وتجنبه للصراع مش قد الفوز أو الانتصار بيه. تخيل معايا 4 أسود لبؤتين وأسدين صغيرين في السن بيهربوا في جميع أرجاء سابي ساند، بيتعرضوا لهجوم من الأفوكاز الجنوبيين، أفوكاز الشمال برمنجهام لبؤات ناكاهوما وستيكس ميل تومبيلا ميلز، أخيرا ذكر برمنجهام وابنه، وبينتصروا على كل التحديات دي. مش بينتصروا بس، دول بيقدروا يسيطروا على أكتر من فخر أسود أو لبؤات، وبينجبوا وبيزدهروا في سابي ساند. قد يبدو الأمر صعب لأي أسود، بس لما تعرف إن دول من نسل مانتيمال ميلز ممكن تفهم قدرتهم على النجاة وعلى الفوز بالمعارك اللي هحكيها لك في فيديو النهاردة. أهلا بيكم في أرض العجائب. في فيديو النهاردة هنتكلم على قصة نجاة أبناء مانتيمال ميلز اللي اتلقبوا بعدين بذكور بلانز كامب ميلز أو كامب ميلز. أيوة اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. بس خليني قبل ما أبدأ الفيديو أفكرك، هكون سعيد جدا لو عملت دلوقتي إعجاب بالفيديو ومشاركة، ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي علشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية كلها. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. في سنة 2020 كانت الأجواء في سابي ساند مثيرة للغاية. وقتها لو تفتكر كانوا ذكور إنزنجا ميلز لسه أصغر من إن هم يقدروا يفرضوا هيمنتهم على الجزء الجنوبي من المحمية، في حين إن المنطقة الوسطى في سابي ساند كانت تحت سيطرة أسود برمنجهام. ساعتها ظهر 4 أسود شبان، 2 ذكور و2 إناث. أسود اتعرفوا باسم بلانز كامب ميلز أو هنسميهم كامب ميلز. أيوة زي ما قلت لك اتكلمنا عنهم قبل كده. الأسود اللي خرجوا من فخر بلانز كامب بعد استيلاء أسود الأفوكاز الجنوبيين على الفخر. وفي سنة 2017 بدأت رحلتهم للنجاة بعيد عن ذكور الساوث أفوكاز. وكأي أسود صغيرين في السن بدأوا يبعدوا عن الأنظار ويتخفوا من الأسود الكبار لتجنب أي صراع مع أسود أقوى منهم وأكثر خبرة. ومع ذلك قدر ذكور برمنجهام العثور عليهم وبدأوا في مطاردتهم. هجوم كاسح أدى لتفريق الإخوة ال4، ومشهد لأحد الذكور وهو بيستغيث بإخواته وبيعلمهم بمكانه، وكأنه أمر بشري بالتجمع من جديد بعد ما تفرقوا. ولحسن الحظ استغاثاته جابت نتيجة، وبعد ساعات قليلة قوي اتجمع الإخوة ال4 من جديد، واستمروا في التحرك متجمعين داخل المحمية لحين ما قررت اللبؤتين الإناث الرجوع لكروجر بارك، في حين إن الذكرين كملوا رحلتهم في جنوب سابي ساند. وفي شهر إبريل لسنة 2021 ظهر الذكرين في الجزء الجنوبي من سابي ساند، وواجهوا الأسدين المعروفين باسم ذكر ناكاهوما وستيكس ميل أو ذكر ستيكس، واللي كانوا في التوقيت ده تحالف لا يستهان به. وبرغم اتحادهم إلا إن ناكاهوما ميل اكتفى بالمشاهدة، في حين إن ستيكس ميل بدأ بمطاردة الأسدين الغزاة، وبالفعل نجح في طردهم للجزء الشمالي من المحمية. وطبعا الجزء الشمالي في التوقيت ده يعني مين؟ أيوة صح، يعني أفوكاز الشمال، النورث أفوكاز اللي ما يقلوش وحشية عن الساوث أفوكاز. بس لحسن حظ كامب ميلز كان النورث أفوكاز في التوقيت ده مشغولين بصراعهم مع برمنجهام ميلز، انشغال خلاهم حتى ينشغلوا عن فخر ناكاهوما برايد وسابوهم من غير حماية، وده سهل مهمة كامب ميلز في الدخول للفخر. ومع ذلك كامب ميلز قرروا يتجنبوا الصراع المحتمل واتجهوا لغرب سابي ساند لحين ما وصلوا لمنطقة نفوذ تومبيلا ميلز. تومبيلا ميلز اللي لو تفتكر كان تحالف بيضم 3 أسود، ذكر منهم كان مصاب في التوقيت ده بشكل خلاه عاجز عن القتال، في حين ان الأسد الثاني مات في سبتمبر 2021. علشان تتسهل المهمة من جديد والحظ يلعب لعبته مع ذكور بلانز كامب، تخيل معايا كده معركة محتملة ما بين ذكرين بلانز كامب وذكرين تومبيلا. ذكرين تومبيلا اللي واحد منهم مصاب وعاجز عن القتال، شبه عاجز عن الحركة،
يعني نسبة انتصار كبيرة وفوز محتمل. إلا إن بلانز كامب بغرابة شديدة تجنبوا مطاردة تومبيلا ميلز، وكأنها معاهدة سلام استمرت بين الحلفين. لكن زي كل أي حاجة حلوة لازم تنتهي، معاهدة السلام دي انتهت في منتصف 2022 مع موت ذكر تومبيلا بالمرض، وهروب الذكر الباقي بعد مناوشات خفيفة بينه وبين ذكرين بلانز كامب، وغالبا أصبحوا الذكرين المهيمنين. لكن الوضع ده ما استمرش كتير. لما وصل للمنطقة تحالف جديد ممكن أقوى من تومبيلا، تحالف ذكر بيرمنجهام وابنه اللي لو تفتكر برضه عملنا عنهم فيديو سابق. المرة دي بقى البلانز كامب ما قرروش الهدنة زي ما عملوا قبل كده، بالعكس كان ردهم على دخول تحالف برمنجهام عنيف. معركة شرسة قدروا فيها يصيبوا ذكر برمنجهام بإصابات بالغة، إصابات مات بسببها بعد أيام قليلة، في حين إن ذكر ناكاهوما اللي كان باقي وبيراقب من بعيد قرر يبعد وينجو بحياته من القوة الجديدة الصاعدة. وأصبح باين للجميع وللعيان إن ذكرين بلانز كامب قوة جديدة لا يستهان بها، ووحشين لا يمكن إيقافهم. وتمر الأيام ويسيطر الملكين الجداد على فخر ناكاهوما شيموينج ومانجيني برايد، ولسه ذكر تومبيلا لو تفتكروا بيراقب الوضع من بعيد، حتى انه اتجرأ ودخل لفخر شيموينج بعد فترات او في فترات غياب بلانز كامب. تخيل معايا كده، هما بيمشوا بيروحوا الفخر، بيظهروا بيرجع يختفي في الظلال. الا انه برضه الوضع ده ما استمرش كتير. بعد ما كان بميلز بدأوا يطردوه واجبروه بالفعل على الخروج تماما من المنطقة، وعلى مدار سنوات قدروا يزدهروا وينجبوا اشبال من كل فخر سيطروا عليه، اللي هم لو تفتكر شيموينج ومانجيني وناكاهوما. قصة نجاح تستدعي الذكر والسرد. الملوك أو الأسود امتازوا بالقوة مع الحكمة، عرفوا إمتى يحاربوا وإمتى مش يستسلموا بس يخضعوا لهدنة، وقدروا يمشوا منطقة مشحونة بالصراعات والمشاحنات ما بين الأسود المهيمنين بعقلهم وبقرارهم وبالطريقة اللي تناسبهم. بس ده مش غريب على أسود ونجيبه من سلالة مان ميلز الأقوياء الحكماء اللي اتكلمنا عنهم برضه في فيديوهات سابقة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. أتمنى يكون الفيديو عجبك، تكون استمتعت بمعلومة جديدة. انتظر مني إن شاء الله المزيد من فيديوهات القصص الأسود اللي أثرنا فيها بقالنا فترة، وبعتذر منك. وفي الأخير بفكرك اعمل إعجاب بالفيديو، شيره لكل الناس. لو لسه مشتركش في القناة كنت سعيد جدا لو اشتركت وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفك الفيديو اللي جاي على خير.